حاجات. لمعت عينيها ساعتها لمعة بحبها. اللمعة دي كانت بتظهر لما بعمل حاجة أمي تحبها، لما بنجح، لما بسأل، لما بتنفذ على اخواتي البنات لو حد كركر، لما بعمل حاجة تحس فيها اني بكر. لفت على الكرسي اللي عمر عندنا 20 سنة وبدأت حكاوي ودندن، ساعتين حكاوي ودندن، علي اتضرب واللي اتقتل واللي اتخنق واللي اتهدم، شهداء هنا ابطال هنا وناوتني اصلا مش هنا. كانت ماما نجوى تبتدي، كانت ماما نجوى تبتدي ولا الا دي انا لسه اسمع عن خط بارليف و6 اكتوبر من حمام الخطفة. كلام كبير، كلام مزعلق، ونجوى جت انا عايزه بقلط. هربت من نص الكلام لكني فاكر الكلام من اوله ولحد اخره. ان اسرائيل سرقت سلامي، وان اسرائيل قتلت امامي، واننا زي النهارده اخدنا طارنا دولارنا. عرفوا طعم جندي مصري في المعارك، وان سوريا والعراق والجزائر والخليج وكله شاف. واننا بعد ما شافوا الوحدة بتوسع نفوذنا وعلمنا بيرفرف عليهم تحت عيننا، دبوا نار الفوق جبيننا. انا كنت عيل صحيح بس فاهم، كنت بلعب بس شاطر، كنت بحضر ماما نجوى وبابا ماجد، كنت انام احلم بجوكر واني هكبر ابقى مالي واجمع العرب اللي واقف صف واحد وابقى قائد. كنت انام احلم بموقعة حطين وان انا الامير هشام الدين ومعايا جيش وسط المكان، ولا ليه لا اول في الشمال ولا في اليمين، واشاره من ايد الجموع متدشدشه، واشاره من ايد الحصول متلعبكه، واشاره من امي اللي كانت بتهزني وتقول لي طبعا كده نمت قبل ما نصلي العشاء. شكرا.